عارف انت الاحساس اللي بيجيلك لما تكون قاعد بتذاكر وتبص على كم المعلومات اللي قدامك وتحس ان انت دماغك قفلت ومش قادر تستوعب، او لما تذاكر وبعد كام يوم تلاقي نفسك نسيت معظم الحاجات اللي انت ذاكرتها، او لما تكون في الامتحان وتلاقي مخك عاطل فجأة ومش قادر تسترجع معلومة مهمة. في كورس اسمه Learn How to Learn او اتعلم ازاي تتعلم، واحد من اشهر الكورسات في العالم اللي موجود على منصة كورسيرا، واللي بيشرح لنا ازاي مخنا بيشتغل وازاي نستغل ده عشان نعرف نتعلم اي حاجة بسرعة وكفاءة. الكورس ده فعلا بيعلمك ادوات واساليب ممكن تغير حياتك الدراسية والعملية للافضل. اللي عمل الكورس ده هي دكتورة باربرا اوكلي، الخبيرة في هندسة التعلم، وبتحاول في الكورس ده انها تقدم ادوات تساعدك تتعلم اي مهارة جديدة سواء كانت لغة، برمجة، او حتى مهارة حياتية. والكورس ده هو موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. هنحاول نلخص كل اللي اتقال في الكورس ده وهنضيف عليه كمان ونربطه بأمثلة من واقع حياتنا، وفي النهاية هنقدم نصايح عملية مهمة جدا عشان يبقى الفيديو ده هو دليلك الكامل وانت بتتعلم. فيا ريت تروح تجيب كوباية القهوة بتاعتك وتركز معايا. أول حاجة، يعني إيه تعلم؟ التعلم ده هو عملية بيتم فيها بناء روابط بين الخلايا العصبية في الدماغ. يعني لما بتتعلم معلومة جديدة بيتكون رابط جديد بين الخلايا العصبية، ومع التكرار والممارسة الرابط ده بيكون أقوى، وده اللي بيخلي تذكر المعلومة أسهل. يعني مثلا لما أنت بتتعلم سواقة العربية، في الأول بتبقى الأمور صعبة ومعقدة، لكن مع التكرار والممارسة الموضوع بيتم بشكل تلقائي. على الرغم من أن المخ البشري عضو صغير نسبيا، إلا أنه الشيء الأكثر تعقيدا على وجه الأرض. بلايين من الخلايا والوصلات العصبية، عنده قدرة جبارة على تخزين كمية مهولة من المعلومات وتنظيمها وربطها ببعض. المخ ده بيشتغل بطريقة من اتنين: وضع التركيز ووضع الشرود أو التشتت. وضع التركيز ده اللي انت فيه بتكون مركز وبتحاول تفهم وتستوعب. يعني مثلا لو انت قاعد بتذاكر وانت هنا اللي بتتحكم في النمط ده، لكن النمط التاني ده خارج عن إرادتك. مجموعة من الأفكار بتكون منتشرة في دماغك بشكل عشوائي بدون أي تدخل منك، زي الأفكار اللي بتقعد تدور في دماغك كده قبل ما تنام. الاتنين مهمين، التركيز بيخليك تشتغل، لكن الشرود هو اللي بيساعدك تربط الأفكار ببعض وتفهم الصورة كاملة. يعني مثلا لو انت بتفكر في موضوع مهم، ممكن تلاقي فكرة حلوة جدا جت في دماغك وانت على السرير قبل ما تنام. او لو انت بتحاول تفتكر اسم حد ومش عارف تفتكره، ممكن تلاقي نفسك افتكرته فجأة وانت بتستحمى او وانت بتتمشى. الذاكرة بتاعتك اللي هي المخزن اللي انت بتشيل فيه الذكريات والاحداث والمعلومات عشان تقدر تسترجعها وقت ما تحب، بتكون نوعين: ذاكرة طويلة المدى، ودي المخزن الكبير الدايم اللي بتحتفظ فيه بتفاصيل حياتك وذكرياتك وكل المعلومات اللي عندك. ذاكرة قصيرة المدى، دي مخزن صغير مش بيشيل معلومات كتير ومخزن مؤقت في نفس الوقت. تسجيل المعلومات فيه بيكون عشوائي وسريع، وزي ما المعلومات بتدخل بسرعة بتخرج منه بسرعة، يا إما بتنساها يا إما تروح على المخزن الكبير، وهي الذاكرة طويلة المدى. عشان المعلومة توصل من الذاكرة المؤقتة للذاكرة الدايمة هتحتاج تكرار ومراجعة وتحتاج تتربط بمعلومات تانية. فعشان تعرف تحتفظ معلومة لفترة طويلة في الذاكرة الدايمة اللي هي طويلة المدى، فأول حاجة هي إنك تلاقي طريقة تربط بيها المعلومات ببعض، أو تلاقي طريقة تسهل على ذاكرتك الاحتفاظ بالمعلومة دي. فممكن تستخدم أي حيلة أو خدعة ذهنية تساعدك على ربط المعلومات دي ببعض، زي مثلا إنك تاخد الأحرف الأولى من كل كلمة وتعمل منها كلمة جديدة سهلة تفتكرها، زي كلمة سمارت اللي بنستخدمها مع سمارت جولز. أو إنك تربط الكلام على شكل لحن صوتي زي ما الأطفال الصغيرة بتعمل وهي بتتعلم ABC. وممكن كمان تستخدم التشانكينج أو تقطيع المعلومة زي ما بتقطع البيتزا كده. بدل ما تشوف المعلومة ككتلة واحدة معقدة، قسمها لأجزاء صغيرة مفهومة. يعني لما بتيجي تذاكر درس كبير، افهم العناوين الأول وبعدين خد كل جزء لوحده واربطه بالأمثلة وراجع عليه تاني يوم. يعني المعلومة الكبيرة مش هتعرف تبلعها غير لما تقطعها. زي مثلا كده لما بتيجي تحفظ رقم موبايل، مش هتحفظه إلا لو قطعته لأجزاء في دماغك. في مشاكل وعقبات كتيرة هتقابلك وانت بتتعلم، زي النسيان والتشتيت، لكن أهم عقبة فعلا هتقابلك هي التسويف. والتسويف ده مش ضعف، ده شيء طبيعي وكلنا بنعاني منه.
ولكن في علاج وفي طرق تخلينا نقدر نتغلب عليه. في الكورس دكتور باربرا بتقول إن التسويف بيحصل عشان مخنا بيخاف من المهام الكبيرة، فكان الحل اللي قالت عليه هو إننا نقسم المهام لقطع صغيرة. يعني مثلا لو عندك بحث كبير فممكن تقسم الموضوع لخطوات صغيرة، يوم تجمع المصادر، يوم تكتب المقدمة، تكتب العناوين الرئيسية بتاعتك. المهم إنك تكسر رهبة البداية وتبدأ. ابدأ بأي خطوة بسيطة وهتلاقي نفسك بتكمل لوحدك. في عندنا فيديو كامل بيتكلم على التسويف وإزاي تقدر تتغلب عليه، فيديو مهم جدا وأنصح بمشاهدته. ودلوقتي بقى أهم جزء، وهو إزاي تتعلم بذكاء. النصايح والتقنيات وحيل التعلم اللي هقولك عليها دلوقتي هي دي الدليل بتاعك اللي هيساعدك تتعلم بشكل ذكي. أول حاجة إن يكون في هدف من اللي أنت بتتعلمه، يعني يكون في منفعة هتعود على حياتك فعلا من اللي أنت بتتعلمه. حاول تخلي وقت التعلم هو الوقت اللي أنت بتكون فيه بكامل طاقتك وتركيزك، مش وأنت خلصان ومستهلك. بشكل عام المخ بيكون في قمة نشاطه في بداية اليوم، ويفضل إنك تستثمر الوقت ده. نومك وأكلك مهمين جدا، وانت نايم دماغك بيرتب المعلومات ويحفظ وينظم اللي انت اتعلمته. الاكل الصحي وشرب الماء الكتير بيفرقوا جدا في التركيز وفي المزاج. فنصيحة لو عندك امتحان نام كويس بدل ما تسهر وتطبق، لان عقلك مش هيعرف يستخدم اللي انت ذاكرته لو مش نايم كويس. حاول تطبق اللي انت بتتعلمه، يعني لو بتتعلم مهارة معينة لازم تمارسها وتطبقها عشان تتأكد إنك نجحت في تعلم اللي أنت بتتعلمه، وما تنساهوش مع الوقت. ده بيأكد على فهمك واستيعابك. اختبر نفسك. أفضل طريقة عشان تضمن إنك نجحت في فهم اللي أنت اتعلمته هي إنك تختبر نفسك. ممكن تلخص أهم النقط وأنت بتذاكر في صورة أسئلة، ولما تخلص راجع من الأسئلة اللي أنت كتبتها وجاوب عليها. التكرار على فترات متباعدة. راجع المعلومة كل فترة، بعد يوم، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، وهتثبت في دماغك أكتر وأكتر. التكرار على فترات متباعدة بيقوي الوصلات العصبية اللي بتربط المعلومات دي في دماغك. يعني لو أنت عملت زي ما قلنا ولخصت اللي أنت ذاكرته على شكل أسئلة، ممكن ترجع لها من وقت للتاني وتجاوب عليها. اتعلم بشكل نشط. اقرا، اشرح، اختبر نفسك، حل تمارين، ناقش أصحابك واشرح لهم اللي أنت اتعلمته. لازم تشتغل وتمارس وتطبق اللي أنت اتعلمته. ممكن تستخدم تقنية فاين مان، يعني لو انت فهمت حاجة كويس حاول تشرحها لطفل صغير او لواحد صاحبك ما يعرفش عنها اي حاجة. لو ما عرفتش توصل له المعلومة يبقى انت لسه مش فاهمها صح. ممكن كمان تستخدم طريقة اسمها قصر الذاكرة او ميموري بالاس. دي بتتخيل فيها مكان انت عارفه كويس جدا، وتستخدم خيالك في توزيع حاجات انت عايز تفتكرها في المكان ده. يعني مثلا لو انت رايح السوبر ماركت ومعاك لستة طلبات مراتك عايزاها، ومش عايز تنسى منها حاجة عشان اليوم يعدي على خير، فممكن توزع القايمة دي على الأماكن جوه البيت. يعني مثلا صابون والشامبو تخيلهم قاعدين في البانيو، وتخيل الرز والمكرونة بيجروا ورا بعض في المطبخ، والجبنة الرومي واقفة بتعيط مش عايزة تخش التلاجة، وهكذا. يعني السيناريو ده أو القصة دي هتخليك ما تنساش حاجة وانت في السوبر ماركت. في عندنا فيديو على القناة بيشرح الطريقة دي بشكل مفصل أكتر. حاول تختار أصحابك بعناية، لأن منهم اللي هيشجعك ويدعمك ومنهم اللي هيأخرك. الخلاصة إن التعلم ده مهارة مش مجرد موهبة. مش لازم يعني تكون عبقري ولا أذكى واحد في أصحابك. لو عرفت إزاي تتعامل مع دماغك وتطبق اللي قلناه بشكل سليم هتقدر تتعلم أي حاجة في وقت أقل وبمجهود أذكى. الناس العادية تقدر تتعلم بطرق غير عادية لو عرفت بس دماغها بتشتغل إزاي. جرب تبدأ، ولو عندك هدف أو مهارة أو حاجة عايز تتعلمها ارجع للفيديو ده وخليه هو الدليل بتاعك. ويا ريت تبقى تقول لنا لو فرق معاك فعلا. لو عجبك الفيديو شاركه مع أصحابك وخلي المعلومة توصل لناس أكتر. ونتقابل قريب إن شاء الله.